اهلا بيكم مرة تانية في حلقة جديدة. النهاردة هنشرح ازاي نعمل تحويل لمحفظة الكترونية من خلال تطبيق الاهل نت الجديد. يعني محفظة الكترونية زي فودافون كاش او فون كاش او موبينيل اللي هو اورنج كاش. مفيش اي محفظة الكترونية خاصة باي شبكة من الشبكات الاتصالات اللي موجودة عندنا نعمل لها تحويل عن طريق الابليكيشن. ندخل مع بعض كده خطوة بخطوة. اول حاجة هنعملها نغير لغة البرنامج العربي. بعد كده زي ما احنا شايفين نختار عربي. نعمل هنا هنعمل تسجيل الدخول. بنكتب هنا كود المستخدم وبعد كده تسجيل الدخول، كلمة المرور وبعدين تسجيل الدخول. ندخل على الصفحة الرئيسية زي اللي احنا شايفينها في البرنامج. بنختار الثلاث شروط تحت بعض دول، بنضغط عليهم. بنختار هنا المدفوعات والتحويلات. تمام، المدفوعات والتحويلات. هنختار من هنا التحويلات. بعد كده بنختار، انا دايما بفضل في موضوع التحويلات بدون اضافه مستفيد. انا دايما بحب في الابلكيشن الجديد واسهلهم هو الاختيار ان احنا نختار التحويل لمره واحده. ده افضل حاجه في التحويلات الجديد في البرنامج الجديد. هندخل على الصفحه اللي احنا شايفينها. طبعا احنا هنعمل التحويل، هنختار محلي مش داخلي. هنختار تحويل محلي مش داخلي. تمام. وبيظهر لنا الصفحه زي ما احنا شايفينها قدامنا. هنا بنكتب رقم الموبايل الخاص بالمحفظه اللي انا هحول عليها. تمام. رقم الموبايل بيتكتب من اول 01 لغايه بقيه الرقم اللي هم ال 11 رقم الخاصين بالمحفظه اللي هحول عليها. وارجع تاني اكد هنا الرقم هو. وبعد كده بكتب اسم صاحب الحساب اللي هو اسم الشخص اللي هحول، اللي هو صاحب المحفظه. بالنسبه للبريد الالكتروني هو اختياري. هو وظيفه البريد الالكتروني الخاص بالمستفيد ان انا لما بعمل له التحويل بيوصل له رساله على الايميل بتاعه بيقول له والله خلي بالك ان انت جالك تحويل بكذا. فده اختياري وليس اجباري. لكن لو انا ما كتبتوش مش هيجرى حاجه، هو كده كده بيوصل له اصلا. بعد ما تبعت له بتقول له والله خد بالك، خش عندك على المحفظه اتاكد ان الرسيد وصل لك، وتقريبا بيوصل له رساله على الموبايل بعمليه الشحن. طيب تعال نكمل بقى نشوف الاجراءات عملي. زي ما احنا شايفين كتبنا هنا رقم الموبايل وعدناه تاني للشخص اللي انا هبعت له، اسم صاحب الحساب اللي انا هبعت له، البريد الالكتروني كتبته برضو الخاص طبعا بتاخده من الشخص اللي انت تبعت له، تقول له الايميل بتاعك ايه. هنا بختار الحسابات اللي انا هحول منها. ده حسابي اللي انا هخصم منه. تمام. طبعا لو انا عندي اكتر من حساب بضغط على السهم ده كده بيختار لي الحساب، بيظهر لي كذا حساب بختار منه الحساب اللي انا عايز احول منه. طيب في هنا بقى نقطة مهمة جدا هتوقفنا، وايه هي كود البنك. يعني اجيب انا كود البنك منين؟ ده محفظة الكترونية. يعني مثلا فودافون كاش او مثلا بتاع ده هو اورنج كاش، اجيب منين؟ ده مش بنك عشان اجيب له كود. طيب عشان ندخل، عشان يعني نتخطى هذه المرحلة بنخش على كلمة تحديد البنك او الفرع، نضغط عليها. بيظهر لنا الاختيارات اللي ظاهره قدامنا ديت، وفي الاخر هنا في كلمه بحث. بكتب بقى في اسم الفرع، تمام، واسم البنك. بكتب مكانها كلمه محفظه، بس مربوطه محفظه. تمام. بكتبه مره هنا ومره هنا، وبعدين بعمل كلمه بحث. تعال نشوف مع بعض كده. زي ما احنا شايفين كتبنا فوق محفظه وتحت محفظه. تمام كده. مع مراعاه مش ما ينفعش اسيب مسافه هنا. يعني اكتب محفظه من غير ما اسيبش بعدها مسافه. هي كلمة محفظة، مفيش مسافات هنا في المكان ده خالص. تمام. محفظة فقط لا غير هنا فوق هنا. وبعد كده بعمل كلمة بحث، هنشوف هيظهر لنا ايه دلوقتي. ظهر لينا تحت اهوت زي ما احنا شايفين محفظة الهاتف المحمول موبايل والت، ولها رمزه معانا الاربع اصفار ده، وده الايه كود البنك الخاص بيها او الكود بتاعها. بضغط على الكود ده اهو، بضغط عليه. تمام. بيظهر عندي بقى البيانات زي ما احنا شايفين. قال لك اهو الرقم اللي هو ده رقم الحساب اللي احنا عندنا هنحول منه زي ما احنا شايفين اهوت. وهنا ظهرت عندي تفاصيل محفظة الهاتف المحمول لوحدها. انا اخترت وعملت الاختيار ظهر عندي التفاصيل لوحدها. ده كود موحد زي ما احنا شايفين. ده تفاصيل، ده كود موحد خاص بجميع المحافظ الالكترونيه الموجوده على مستوى الجمهوريه.
خلاص كده عرفنا ازاي نجيبه وعرفنا ازاي نجيبه. بعد ما حددنا كود المحفظة بنختار الحساب اللي هحول منه، وبعد كده بكتب المبلغ، وده مبلغ طبعا على سبيل التجربة. تمام. بشد الصفحة لغاية تحت عشان اكمل بقية الاجراءات. برضو الغرض من التحويل ده بيبقى اختياري مش اجباري عشان خاطر اكتبه، ولكن طبعا انا بكتبه على سبيل التجربه بس مش اكتر. فبكتب تجربه، والله انا بحول لشخص تاني مثلا بشتري منه حاجه، بكتبه مثلا شراء مثلا، شحن حاجه، شراء حاجه، بكتب عادي يعني ايه الغرض. بس هو حتى لو انا ما كتبتوش مش هيفرق معايا حاجه. تمام. وكلمه نوع المستفيد ده تحويل طبعا، مش بكتب بقى الحساب، بختار بضغط على السهم ده كده بيظهر لي كذا حاجة. تحويل لحساب، تحويل طبعا لمحفظة. هنا هنختار تحويل لمحفظة إلكترونية. يعني في 3 اختيارات تحت بعض: تحويل لبطاقة ائتمان، وتحويل لحساب، وتحويل لمحفظة إلكترونية. فبختار منه تحويل لمحفظة إلكترونية. تمام كده. بوافق على الشروط والأحكام. خش على الصفحة اللي بعد كده، اللي طبعا بشد الصفحة لتحت عشان أكمل بقية الإجراءات. بعد كده بعمل عملية دفع. ده آخر الصفحة، كل ده في صفحة واحدة. أنا عمال بشد لتحت عشان بكمل بقية الإجراءات. بينقل لي على الصفحه دي كده بيقول لي خد بالك. ظهر لي الرسالتين دول بيقول لي خد بالك ان المعامله دي هتتم المعالجه بتاريخ مثلا 20. احنا النهارده 20، فقال لي خد بالك ان سيتم معالجه المعامله بتاريخ استحقاق 20 اغسطس. طب يا 20 متشكرين. وقال المعلومات تاريخ الاضافه المقترح، اللي هو تاريخ الاضافه اللي احنا، او تاريخ الارسال الحاجه دي هتضاف للراجل اللي قدامي بتاريخ كام؟ 21. تمام. دي مجرد رسالة عشان اطلع منها، بضغط على الاكس ده واكس ده بطلع منها. تمام. ونشوف بعد كده هنشوف ايه بعد كده اللي هيحصل. هنا طبعا بيراجع معايا البيانات كالمعتاد. بيقول لي خد بالك ده رقم الحساب اللي انت هتحول له، واسم صاحب الحساب اهوت، وده عباره عن محفظه الكترونيه. ونشد بقى الصفحه اللي تحت عشان نكمل بقيه المراجعات. بيراجع معايا برضو بقيه البيانات. هنا بيقول لي والله خد بالك ده اللي هو المبلغ اللي انا هحوله قد ايه، ونوع التحويل تحويل المحفظه، ده التاريخ، وهكذا. خلصت كل والغرض من الايه من التحويل خلصت. انا رجعت انا كل البيانات كله تمام بالنسبه لي، متاكد ان كله تمام. بعمل عمليه تاكيد. بتجيلي الصفحه دي. تمام. هنا بيجيلي بعد ما اعمل عمليه تاكيد بيجيلي رساله على الموبايل فيها كود تحقق مكون من 6 ارقام. باخد انا الرقم اللي موجود في الرساله اللي جات لي على الموبايل، بحطه هنا في اللي بكتبه هنا في رمز التحقق، وبعد كده بعمل تنفيذ. بنوصل هنا لغايه اخر خطوه، اللي هو خطوه الرمز الاو تي بي، او اللي هو جهاز رموز الامان، سواء سوفت توكن او هارد توكن. احنا قلت قبل كده ان الاثنين شغالين. بخش على طول طبعا لازم الموضوع بيبقى محتاج سرعه شويه. بسيب البرنامج هنا بصغره، وبعد كده بخش على السوفت توكن على طول. بدخل على السوفت توكن، بختار هنا الرقم السري المتغير، بدخل هنا اللي هو كلمة السر او كلمة الكود اللي هو الكود بتاعي، كود السر اللي انا طبعا كاتبه في البرنامج اول مرة. بيظهر لي هنا الرقم اللي هو اللي هو الرقم السري المتغير اللي احنا المفروض بناخده ونحطه في الابلكيشن. بنقوم كاتبين رقم السري المتغير ده، ونرجع تاني على الابلكيشن بسرعة. بنكتب هنا طبعا الرقم اللي احنا خدناه من السوفت توكن او من الهارد توكن، وبنعمل عملية تنفيذ. بينقل لي على الصفحة اللي بعد كده بيقول لي تم تنفيذ طلبكم بنجاح. لغاية هنا يكون انتهت حلقة النهاردة. اتمنى تكون الحلقة فادتكم. يا ريت تدعموني بالسبسكرايب للقناة واللايك للحلقة لو عجبتكم. وان شاء الله بكم في حلقة جديدة، ومستني تعليقاتكم ان شاء الله. ومع السلامة.